السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ اموركم هانية؟ اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لي ميني بيتزا كتجي رائعة مفشفشة بجميع الاسرار ديالها باش تجيكم ان شاء الله ناجحة 100%. بجميع التفاصيل وبكمية كبيرة ديريها في شعبان وتهناي ان شاء الله في رمضان. تبعوا معايا المقادير وما تقطعوش الفيديو. المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد العجينه ديال البيتزا ديالنا: جوج زلايف ديال دقيق الفورص، كاس الا ربع ديال الزيت، 3 د المعالق كبار ديال بودره الحليب، وجوج معالق كبار ديال خميره الخبز، معلقه كبيره ديال سنيده كتبقى اختياريه، وملح حسب الذوق، ولتر واحد من الماء. غادي نهزو الخميره ديالنا، غادي نضيفو عليها واحد شويش ديال الماء باش تتفاعل، وغادي نبداو ان شاء الله المقادير ديالنا. كنحركوها شي شويه. دابا كنضيف الدقيق، كنزيد عليه ديك المعلقه سنيده اللي كتبقى اختياريه، وملح حسب الذوق، وكنزيد عليه بودره الحليب 3 د المعالق كبار. كنحرك هاد النواشف، عاد كنزيد زيت الزيتون كاس الا ربع، وكنزيد الخميره ديالنا ديال الخبز جوج معالق كبار، وكنبقى نضيف الماء عندنا لتر. غادي نبقى نضيف بشويه بشويه حتى نضيفو كامل. دابا راني جبت الخلاط الكهربائي ديالنا، ممكن تستعملوا الخلاط اليدوي. غادي نبقى نخلط مزيان المقادير اللي عندي، والماء كنضيف بشويه بشويه حتى كنضيف داك ليطرو كامل ديال الماء. هانتوما كما كتشوفوا كنخلط مزيان، كنضيف الماء دفعه بدفعه. كنخلط مزيان المقادير ديالي. كنعاود نستعمل الخلاط اليدوي باش نخلط هذوك الجوانب. ممكن من الاول تستعملوا الخلاط اليدوي لانه ما كتحتاج هذه لا علك لا دلك لا والو، يعني ممكن تصايبوها في اسرع وقت ممكن. كنخلط مزيان المقادير ديالي. هانتوما كما كتشوفوا تبعوا معايا جميع الخطوات باش تجيكم ان شاء الله ناجحه، ما تقطعوا حتى شي خطوه باش تصدق معكم البيتزا ان شاء الله كما بغيتوها. دابا ساليت خلاط ديال المقادير، كنحط على جانب الخلاط. دابا غادي نجيب السيلوفان وغادي نغطيها ونخلي هذيك الخميره تتفاعل، نخليوها حتى تخمر، ولكن يعني بقاو تراقبوها لان كتفاعل دغيا بسرعه لان الخليط مطلوق. دابا غادي نخليوها تخمر ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو. دابا من بعد ما الخليط ديالنا تفاعل، هانتوما كما كتشوفوا راه طلعات. كنجيب واحد الزلافه ديال الفينو، واللي ما عندوش الفينو ممكن يستعمل السميد الناعم، يعني داك الرقيق ما ديروش الحرش، والدقيق، وكنبقاو نضيفو بشويه بشويه.
كنبقاو نضيفو بشويه بشويه حتى كتجمع لنا العجينه ديالنا. ها نتوما كتشوفوا كنعجنوها، يعني غير ماشي كنعلكو، غير كنزيدو الدقيق حتى كتجمع لنا العجينه وصافي بدون علك. كتصدق رائعه، ما كتحتاج لا علك لا والو. كنبقى نضيف الدقيق حتى تجمع ليا العجينه ديالي. دابا من بعد ما جمعت العجينه ديالي نتوما كما كتشوفوا كتجي رطبه فنه. ها نتوما كتشوفوا، شوفوا القوام ديالها كتجي رطبه فنه. كنعاود نغطيها مره ثانيه وكنخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق ونتلاقاو. دابا من بعد ما ارتاحت العجينه ديالي 10 دقائق كنكورها على 4 الكرات وكنغطيهم بواحد بلاستيك غذائي. وكنبدا بالكره الاولى اللي لولبتها، هي الاولى هي اللي كنبدا بها. كنقرصها وكنكون من طبيعه الحال حاطه حدايا الدقيق ضروري. انا كنقرص وانا كندير الدقيق لان العجينه ديالنا رطبه يعني كتلتصق في اليدين. وانتوما كتشوفوا كنبقى نقرص وانا كنزيد الدقيق بشويه بشويه، كندري عليها الدقيق باش ما تلتصقش ليا العجينه ديالي. وكنبدا نطلقها بالمدلك مزيان. غنكحز لكم الكاميرا باش تبان مزيان، حيت كيبانش كتبانش الطريقه مزيان. ها نتوما كما كتشوفوا، سمحوا لي كانت الكاميرا عوجت ليا، ما كانتش كتبان الصوره واضحه. كنبدا نطلق مزيان. شوفوا السمك ديالها، يعني انا غادي نرققها اكثر من هكاك. ودائما كنتاكد انها من الاسفل ما لاصقاش، باش حيت نبغي نقطع ما تدي فورما ما والو، كتبقى على الشكل ديالها كما هي دائريه مزيانه. دائما كنبقى منتبهه للاسفل واش لاصقه ولا ما لاصقاش. العجينه ديالنا فنه رطبه كتخدمي بها كي بغيتي. دابا غادي نستعمل هاد القطاعه هادي، ممكن تستعملوا صغيره. وكنبدا نقطع لي ميني بيتزا ديالي كما كتشوفوا. تبعوا معايا الفيديو، ما تقطعوا حتى شي مرحله باش تصدق معكم ان شاء الله كما بغيتوها. وما تنساونيش، الله يجازيكم بخير بالتشجيعات ديالكم. ديروا اللايك وفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد، طبعا فضلا وليس امرا. دابا غادي نهز دوك الزوائد، حتى حاجه ما غادي نضيعها، غادي نحطهم على جانب. كنجمعها ونحطها على جانب. وكنكون من طبيعه الحال موجده اللاطه ديالنا، وكنبقى نهز البيتزات ديالي ونحطهم في اللاطه. شوفوا كيفاش داير الشكل ديالها، ما كتدي فورما ما والو، والسمك ديالها هو هذاك. صدقوني والله العظيم الا كتجي رائعه هذه الطريقه، كتجيب البيتزا فنه وكتعطينا تبارك الله الكميه. تقريبا هاد العجينه اللي عطيتكم انا كتخرج تبارك الله الى 80 حبه او 90 على حسب القطاعه ديالكم. نعاود معكم واحده اخرى. هانتوما كما كتشوفوا كنطغس بالمدلك مزيان.
العجينه ديالنا رطبه كتطلق بسهوله جدا. دائما كنتاكد كنعاود نضيف الدقيق لتحت في الاسفل. فاش كنقرب نقطع كنتاكد وكنضيف شويه الدقيق باش حيت نقطع كتجي التقطيعه هي هذيك ما كتديفورماش. الا كانت لاصقه غادي تديفورما، يعني ما غاديش تجيكم في الشكل ديالها زوينه، يعني ما غاديش تجي دائريه مقاده. كنستمر في التطراق، انا كنبغيها رقيقه لانها كتنفخ. رققوها مزيان وكنبدا نقطع البيتزا ديالنا كما كتشوفوا. تبارك الله كتعطي كميه كبيره توجدوها لرمضان ان شاء الله. ديروها في بلاستيك غذائي وتحطوها في الكونجيلاتور تنفعكم في رمضان. دابا كنبقى نستف الميني بيتزا ديالي، ها نتوما كما كتشوفوا ستفتهم في اللاطه كيجيو رائعين فنين والله العظيم. الا كتصدق 100% غير جربوها وردوا عليا في الكومونتير. هانتوما كما كتشوفوا اللاطات ضروري كنتقبوها باش ما تنفخش. راه كاينه ديك شنو كيقولوا لها الاله اللي كيتقبوا بها البيتزا، ولكن انا ما متوفراش عندي، يعني استعملت الفرشيطه. كنبدا نتقب البيتزا ديالي باش ما يتنفخوش، ضروري تقبوهم. ها نتوما شوفوا الشكل ديالهم صراحه كيجيو رائعين، والسمك رقاق يعني ما كتجي لا غليظه لا والو، وكتجي مفشفشه من الداخل ومجعبه. هذيك العجينه الزائده اللي جمعت غادي نعلكها، ندلكها شي شويه وغادي نديرها في بلاستيكه باش ترخى شي شويه، وغادي نتلاقاو من بعد ما نكمل انا تقطاع البيتزات ديالي كاملين ونستفهم في اللاطات باش عاد نطيبوهم. دابا هانتوما كما كتشوفوا شعلت عليهم الفران على عافيه مهيله. كنديروهم في الفوق بهذه الطريقه غير يتشمعوا لنا، وغادي نخرجوهم باش نشوفوا الشكل ديالهم النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني بيتزا ديالي. كيجيو رائعين فنين مفشفشين. شوفوا كيفاش كتجي، حق الله العظيم الا كتجي رائعه ناجحه 100%. ما مدقسه ما حتى حاجه. انا صراحه عطاتني 60 حبه وفضلت انني باش نختصر الوقت درت وحدين كبار. هانتوما كما كتشوفوا من الحجم الكبير حتى هادو انا بالنسبه ليا كيعجبوني. شوفوا كيفاش كتجي والله العظيم الا فنه بحال ديال المطاعم ولا حسن مفشفشه، والسمك ديالها هو هذاك رائعه بزاف. شوفوا كلهم جايين تبارك الله ما شاء الله فنين رائعين. الطياب ديالهم على حقو طريقو. شوفوا كنوريكم الداخل ديالها والله العظيم الا مجعبه فنه ما تخافوش منها. دابا كنودعكم وكنقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. ما تنساونيش الله يسهل عليكم التشجيعات ديالكم، ديروا اللايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم.